السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات من مطبخي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وعواشر مبروكة ان شاء الله. هذا رمضان يدخل عليكم الصحة والسلامة وباش ما تمنيتو يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم واحد التحلية اللي كتجي رائعة البنات، كتوجد في 10 ديال الدقائق، مكوناتها جد بسيطة. وهاد التحلية غادي نحضرها معكم بالبسكويت، كتجي رائعة كما كتشوفوا، ما تشبعوش منها. اول حاجه نمر المكونات كما كتشوفوا هنا. عندي فواحد الكاسرونه لتر ديال الحليب، غادي نضيف عليه ملعقه كبيره عامره ديال الدقيق ابيض، غادي نضيف عليه 3 ديال المعالق عامرين مزيان ديال النشا، غادي نضيف عليه 4 ديال المعالق ديال السكر الخاشن حتى ل5. الا درتو 5 ديال المعالق غادي تجيكم هي هذيك في الحلاوه. بغيتو الحلاوه كتر غادي ديروا 6 ديال المعالق. هنا عندي واحد الملعقه عامره مزيان ديال الكاكاو، يكون نوعيه جيده. كما كتشوفوا خلطت مزيان هذوك المكونات وغادي نضيفهم على نار مهيله. كما كتشوفوا هنايا عندي القليل من الحليب، وعندي هنا البسكوي. هذا هو المول غادي نحضر فيه هاد التحليه. ضفت البسكوي، بقيت كنغطسو في هذاك الحليب. بغيتو تجيكم هاد التحليه مقرمشه غادي تضيفوا البسكوي هكا بلا ما ديروه في الحليب. صافي البنات، بقيت كنستفوا في هذاك المول اللي غادي نحضر فيه التحليه بهذه الطريقه كما كتشوفوا. والتحليه ديالنا بعد ما وجدت، هذا هو القوام ديالها كما كتشوفوا. غادي نضيف الطبقه الاولى تاع البسكوي، وغادي نضيف الطبقه الثانيه ديال الكريمه اللي حضرت معكم. وكما كتشوفوا بعد ما ضفت الطبقه الثانيه ديال الكريمه غادي نضيف الطبقه الثالثه ديال البسكوي. غادي نستمر بهذه الطريقه كما كتشوفوا. بعد ما استفت الطبقه الثالثه بالبسكوي غادي نضيف عليها الكريمه. يعني الطريقه واضحه ومفهومه في الصوره كما كتشوفوا. كتجي رائعه البنات هاد التحليه وكتوجد بسرعه، يعني ما تحتاجش معكم بزاف ديال الوقت. تقدروا ديروها في الكؤوس او اي مول كان متوفر عندكم تقدروا تضيفوها فيه، ماشي ضروري نفس المول اللي انا حضرتها فيه. كما كتشوفوا الطبقه الاخيره ضفت فيها الكريمه ديالي كما كتشوفوا، وغادي نضيف البسكوي. وفقط هذه هي الطبقه الاخيره ديال الكريمه. صافي غادي نحاول نوزع هذيك الكريمه باش تجيني متساويه في المول. غادي نخليها على جانب حتى تبرد البنات وندخلها في الثلاجه مده ساعه ونص. هنايا عندي نصف لتر ديال الكريمه السائله، تقدروا تضيفوا الحليب الا كان متوفر عندكم. هنا أنا عندي الكريمه السائله بدون سكر، ضفت لها واحد 2 معالق ديال السكر الخشن. بعد ما سخنت البنات مزيان غادي نضيف عليها واحد 200 غرام ديال الشوكولاط. كما كتشوفوا حركتها مزيان، حصلت على واحد الكريمه، خرجت التحليه ديالي كما كتشوفوا. صافي وغادي نخلط مزيان هذيك الشوكولاط مع هذيك الكريمه. غادي نحصل على هذا القوام، غادي نضيف لها قليل من الزبده باش يعطيني هذيك اللمعه. صافي البنات، وغادي نوزع هذاك الخليط المره الاخيره على ديك الكريمه اللي حضرت معاكم. فقط البنات، وغادي ندخلها مباشره للثلاجه مده ساعتين وتقدموها بالصحه والراحه. كما كتشوفوا انا زينتها بالفيرميسيل الاسود. نتوما تقدروا تزينوها باش ما كان متوفر عندكم ولا تخليوها هكا. كما كتشوفوا تقدروا يعني تنتكل هكا بلا ما تقصوها، ولا بغيتو عاوتاني تقصوها مربعات ممكن، يعني حسب الاختيار ديالكم. المهم البنات، هي النتيجه الاخيره. كتجي رائعه البنات، وكتجي يعني شابعه فيها الشوكولاط، وكتجي رائعه. نتمنى انكم تجربوها. الا وصلتوا حتى لهنا ما تبخلوش ليا بلي لايك وتبارطاجيو الوصفه مع الحباب والاصدقاء. كنشكركم بزاف وشكرا على المتابعه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.